السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا فيديو خاص للتحفيز، أريد أسوي لكم مؤهل للقراءة. لكن قبل ما أحكي وياكم تحفيز أريد شوية أنطيكم فد نصيحة مهمة لكم تفيدكم إن شاء الله. ما راح أخذ من عندكم أقل الدقيقة بهاي النصيحة. يا طلاب، بالنسبة لقراءة المواد الأدبية، المواد الحفظية يعني اللي تحفظها ما تحتاج فهم، مثل الجغرافيا، التاريخ، الوطنية، أي شيء حفظ، الأدب مال العربي، هذا شلون تقرأ؟ هواي طلاب يسألون يقولون شلون نقرأ هذا. يا طلاب لازم أنت تكون بمكان بوحدك، ما يمك أي شخص، أي صوت ما يمك، مو تلفزيون مشتغل وتقرأ، مو يمك أطفال وتقرأ، لا، أكون مكان فارغ ما يمك أي شخص، مثلا غرفة فارغة، عندكم حديقة، إذا عندك حديقة بيتكم فهذا كل زين، روح للحديقة واقرأ بيها. لكن إذا تقول ما عندنا، أوكي، شوف لك مكان فارغ حتى لو الاستقبال، روح اقرأ بيه. المهم أريدك تلزم كتابك وتتمشى وتقرأ، يعني مو قاعد وتقرأ بصوت ناصي، لا، أريدك تلزم كتابك تتمشى وتقرأ وتعلي صوتك بصوت عالي تقرأ. وتركز يم المادة، لا تشغل بالك بغير شيء، وعيد التعريف مثلا أو التعليل مرة واثنين وثلاثة وبصوت عالي، ويعني خلي له فد بخيالك، ارسم له فد شيء بخيالك. هاي بالنسبة للمواد الأدبية. بالنسبة للمواد العلمية، يعني المواد اللي تحتاج فهم، يعني المسائل وهي الشيء، هاي لازم تقراها بورقة وقلم. يعني شلون؟ يعني تجيب ورقة وتجيب قلم وتحل. أول شيء الموضوع تفهمه، ومن بعدها تحل بالورقة وقلم عليه أمثلة ومسائل ايش قد ما عندك حل. ويا طلاب الدراسة خلوها عبارة عن لعبة تستمتعون بها. لا تقول أنا مغصوب على الدراسة، ولا تقول أنا مجبور على الدراسة، ولا تقول الدراسة صعبة. اعتبرها لعبة وتتسلى بها، اعتبرها فد أي شيء يعني ممتع. حب الدراسة، لأنه شيء إذا ما تحبه ما تقدر تمارسه، وحقك. فالدراسة إذا ما تحبها ما تقدر تمارسها ولا تقدر تنجح بيها. أي شيء هسه ما تحبه، هذا الموبايل إذا ما تحبه ما تقدر تستخدمه. فالدراسة اعتبرها يعني بشكل لعبة، واستمتع بيها، اتسلى بيها. طبعا هاي بالنسبة إلى النصيحة اللي ردت أوجهها لكم. حسنا ندخل بجانب التحفيز. يا طلاب، الامتحانات خلصت إن شاء الله، ما بقى إلا القليل، إلا القليل، هن كم يوم بقن إن شاء الله. شوف والله العظيم ما تحس يعني إلا الامتحانات خلصانة. لكن إحنا من تخلص الامتحانات نريد نطلع في شيء حلو. يعني احنا مو تخلص الامتحانات همنا بس تخلص الامتحانات، لا، احنا همنا من تخلص الامتحانات احنا باذلين كل جهدنا وما مقصرين من اجل النجاح. ويا طلاب، ترى الحياة تحديات، يعني لازم انت تواجه كل الظروف بالحياة، تواجهك ظروف، بس انت لازم هاي الظروف تتغلب عليها، ما تخلي الظروف تتغلب عليك، ولازم كل الظروف تتغلب عليها مهما كانت صعوبتها وتنجح. انت انسان، انت طالب علم، انت مثقف، لازم تسوي انجازات بالحياة. يعني انت اذا ما تسوي انجاز بالحياة وما تنجح، لعد المن الله خالقك، المن الله منطيك عقل، المن الله منطيك قوة. ترى انت الله منطيك عقل ومنطيك قوة، كل شيء منطيك، فاستغلهن ذني، استغلهن. انت عندك، شوف الانسان الله من انطاع هذا العقل، العقل يعني يتحمل ملايين المعلومات. شنو هاي الدراسة اللي احنا ندرسها؟ بسيطة جدا. وخلوا في بالكم يا طلاب، ترى أبوك منتظر فرحة نجاحك، وأمك منتظرة فرحة نجاحك، وأقاربك منتظرين فرحة نجاحك. يعني أنت لا تخيب آمالهم، لا تضوج أمك، لا تضوج أبوك. يعني باكر من تطلع النتائج، من تكون ناجح، شوف يعني شقد أبوك يفرح، شقد أمك تفرح، كل الناس تفرح بيك، بس من ترسب كلها راح تضوج، حتى أنت راح تضوج. وطبعا هاي الفرحة تقدر انت عليها، تقدر تفرح ابوك وتقدر تفرح امك، بس شوية اتعب، وحقك بس اتعب. وهاي السنة يعني الحمد لله الاسئلة يعني جاي راس الطلاب، والله العظيم يقولوا لي الاسئلة سهلة، ويقولوا لي جاي يساعدونا، يعني جاي يجيبوا لكم اسئلة سهلة ومساعدة، وان شاء الله يساعدونكم بالتصحيح. وفوق كل هذا اكو 10 درجات قرار، يعني تاخذ 40 ينطونك 10 درجات تصير 50. فال40 ترى سهلة جدا، والله العظيم ال40 سهلة جدا. فانت اقرأ واتعب، وهن كم يوم والله العظيم بلمح البصر يخلصن. والله العظيم هسه انت ما تحس الا الامتحانات خلصانة، فاتعب بذن اليوم،
بذن الكم يوم، سويهن تحدي، اتحدى نفسك، اتحدى كل شيء. ترى هي الحياة مو بس لعب، الحياة مو بس راحة، الحياة مو بس لهو، الحياة مو بس تكنيك يا طلاب. إن النفوس لا تتعب من كثرة الراحة فأريحوها بالتعب. أنت دائما مرتاح أنت راح تتعب، والله بس من تتعب أنت راح ترتاح. فيا طلاب، يعني أنا هذا الكلام اللي أوجهه لكم كل هدفي أسوي لك واحد للقراءة، وقلت لك كنا كم يوم ويخلصن، فتحدى كل شي بيهن واقرأ. يعني ذني شيلهن من حياتك، احسبهن تحدي، شو تريد تحسبهن احسبهن، اتعب بيهن وانت تقدر. يعني انت عندك الحمد لله يعني قوة، عندك قوة جسدية، قوة نفسية، فتقدر تتغلب على كل شيء. وانت انسان الله انطاك جوهر هو العقل، فاستغل هذا العقل. ما يصير تخلي العقل فارغ، والعقل باستطاعته يتحمل ملايين المعلومات. فيا طلاب، واهم نقطة هي فرحة ابوك وامك، فرحة ابوك وامك، فرحهم بنتيجتك، لا تخليهم يضوجون وهم تعبوا عليك. وارفع راسك، خلي راسك دوم مرفوع. باكر عقبه من تطلع النتائج ويجي واحد يسألك يقول لك فلان ناجح، قل له اي ناجح. من تطلع ناجح شايف شلون انت راح ترفع راسك، شلون تفتخر بنفسك، شلون تعزز ثقتك بنفسك، راح تفرح ابوك وتفرح امك، وانت ترتاح نفسيا وجسديا. والله من تخلص الامتحانات وانت مجاوب، فانت راح ترتاح نفسيا، حتى ما تلوم نفسك. بس اذا قصرت، وحقك اذا قصرت بالقراءة، من تطلع النتائج والله راح تندم وتقول لو ترجع هاي الأيام والله ما أضيع دقيقة. فالأيام موجودة والفرصة ما ضايعة لحد الآن، فاقرأ واتعب بهاي الأيام وتحدى كل الظروف من أجل النجاح. هاي كل ما كان يخص كلام وياكم يا طلاب. أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. تقبلوا تحياتي، أخوكم خليل الخفاجي.